بطولة كأس العرب بطولة خارج التوقعات. خلينا نتكلم بقى بلدي شوية. اللي ما عملش متابعة يا ريت يعمل متابعة، وتعالى نشوف ايه اللي حصل في البطولة النهاردة. المغرب كان بيلاعب النهاردة جزر القمر وكسب 3-1. المغرب بيقول انا موجود، انا نازل اعمل بطولة او اخدها من الاخر، انا مش ناوي مثلا اهزر زي فرقة النهاردة هزرت وهنقول اسمها بعد شوية. المهم المغرب نزل عمل ماتش تحفة. ده غير ان المغرب بيلعب بالمنتخب الثاني مش بالمنتخب الاولاني. ده لو لعب بالمنتخب الاولاني هياخدها وهو حاطط رجل على رجل. ده اولا. المغرب بتورينا انها فعلا عندها كوره، بتقدم كوره، وهيبقى من مش الحصانه السوداء اللي في البطوله بقى، ده هو ممكن ياخد البطوله المغرب بنسبه كبيره لانه داخل مش بيهزر. غلب جزر القمر 3-1، ومع ذلك جزر القمر فريق قوي مش فريق يستهان به. تعال نشوف تاني ماتش بقى واللي كان مليان كوارث. مصر والكويت. الناس كلها طبعا قالت مصر، وانا قلت مصر هتنزل تحط حطه حلوه. كابتن حلمي طولان انت ليه نازل تدافع؟ يعني يا ريت تقول لنا انت ليه نازل تدافع. انت بتدافع قدام الكويت بثلاثه ديفندر، بتلعب بثلاثه سته وانت في الماتش ده. امال لما تلاعب يعني منتخبات قويه بقى زي المغرب هنلعب بسته ورا وثلاثه قدامهم، ويا دوبك واحد يا دوبك قدام ويرجع تاني معاهم؟ يا ريت تفهمنا. انا كنت يعني مستوسم بيك خير والله، وقلت حضرتك هتعمل حاجات كتير قوي، لكن الواضح ان احنا بدأناها بداية عكسية جدا. نازلين بندافع قدام الكويت، هوبا ضيعنا ضربة جزاء، هوبا منتخب الكويت دخل في اللقاء، هدد، عمل كل حاجة، في الاخر حط هو فينا الهدف الاول، وبعد كده احنا من ضربة جزاء لايه رحنا جايبين هدف التعادل. رغم كده المنتخب المصري كان مسيطر بيشوط. طب انت مسيطر وبتشوط ما تنزل وتهاجم. وفي لعيبه كتير انت مش واخدها المنتخب يا كابتن حلمي تستحق التواجد في منتخب مصر، سواء ده او ده. يعني ولا حسام حسن واخدهم ولا حضرتك خدتهم. ومع ذلك خلينا نشوف هنعمل ايه في بقيه البطوله اللي احنا بدأناها دفاعيا قدام الكويت. وطبعا الكويت عملت ماتش رائع ونزلوا لعيبه عندها مهاره فعليه. وبعدين الكويت كمان بتعتمد على ابنائها، مش فريق بيجنس زي فرق تانية او منتخبات تانية. واخيرا المنتخب السعودي بيعمل ماتش حلو جدا، من احلى اللقاءات بعد منتخب المغرب. يعني كان من اجمل اللقاءات اللي اتفرجت عليها منتخب المغرب، وده السعوديه من احلى اللقاءات برضو. السعوديه عندها كوره، عندها كوره حلوه قوي، ولكن محتاجه تتطور اكتر من كده بكتير بعد الانفتاح اللي حصل عندهم، اللي بقى فيه 8 و9 لعيبه بيلعبوا في الفرق. فطبعا ما بقاش فيه فرصه للعيبه السعوديه كتير. ومع ذلك كسبوا أول لقاء 2-1، عدوا عمان الفريق الصعب، فريق رخم، فريق عمان فريق رخم. ولكن السعودية عندها كورة، عندها لعيبة. مبروك لمنتخب السعودية، أول فوز على منتخب عمان.